عمل كمال مها لقبنا يا كفضل بدن حتى جهادك دي صحيحة وجابر بن عبد الله ورينيو وحو رسولك كل صلى الله عليه وسلم أيامها أمام مالمها الدنيا ذا وحو فضل بدن طبعا كمال موت الرئية بالشهاد الحجة لا ينعظم يعني 10 ذي الحجة أي كفص راوغ قيل ولا مثلهن في سبيل الله marka rasuulku waxa la weydiiyay oo qofka jihaadka ku jira ee hawsha adag qabanayana amalkiisu miyaanu ka fadli badnayn kamaalmaha la qabanayo nabigu waxa uu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun aqara afara wajhahu biturab amal kamaalmaha la qabanayaa waa ka fadli badan xataa jihaadka qof ku tagoon ka soo kala harinba mooyaane ama ku shahiiday كاسا كفضل بدن كرا وحا أفراد أيامها فضل كمدة يوم عرفة كتير يوم عرفة مالك عرفة الدعاء الدون الدعايستو وقفضل بدناي للدعايسني مالك يوم الحج الأكبر مالك حج كوين أيا علماء قاركودا كفسرين ومالك ذنوب تلدافي نارها إلى هاي الضومها وكحريني ملائكتنا وقفانا يا مؤمنين تهلكا يسوق صباح أرنت الشناد إما المها فضل جود الشيء يسوي حويان مالك عيد يستكو شره ورسول كوري صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن ما المها إله يكفي سوى حو فضل البضان أما وين مالك حولها الجورع عيد waxaa ku xiga maalinka 12 magacyo leeyahay maalmaha amalka xajka la gudanaya maalinka 8aad waa yawm tarwiya layla maalinki biyaha loo dhaansanay xajka iyo yawm arafo 9ka iyo yawm an-nahr aw yawm al-hajj al-akbar maalinki xajka weyn amalka xajka fara badan la gudanayo ciida yawm al-qarn يا مالك إلا النجاني وكوبية طبنا ساو نبي قوم مقع بحية عليه الصلاة والسلام يوم النفر الأول يا مالكي هرلو قديمي كرا يا حجك يوم النفر الثاني يا مالكي إلا بعد سوغنا حجك اللي قد ريري وصدحية طبنك مالكا فضل قيسة وحكم ذا اجتماع أمهات العبادة فيها عبادوينك أيا كل ما وينا ابن حجر رحمه الله مركو شرح يا في كتابه فتح الباري بخاري أو كشرح يا وحلا والذي يظهر أن سبب في امتياز 10 ذي الحجة وحقو سبب إن فضل جن أيشان ويشو مالمهن أيشان فضل إنت عليك وحكل ما عبادوين وين الصلاة والصيام والصدقة والحج صلاة با كجرت سين وكسون مeel ba ka maqnayn soom ba ku jiro maalmahan sayn sheegi doono waxyaabaha fiican waxa kamida soomkooda sadaqadii wadxiyadii ba la qalayaa hadigii ba la qalayaa waxyaabaha sunnah iyo waajib noqonaya xajkiina uu ku jiraa marka arkaan islaamkii waa weynaa intoodii badaba ku jira buleeya wala yataata dhalika fi ghayri ayaamaha kala ma kulmaan intaas وحلا بعض النبي حسين عليه الصلاة والسلام سدا هربا إنه صار شيء عمل كأيامها اللي قبنايا إنه يعمل كأفضل بدر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام عمل لقبته أو كفضل بدر عمل كمال ما هلا قبته مجرب النبي عليه الصلاة والسلام وحين تأثير راعة محاسن الله اللي قد ذالية دينو قرنين مال ما هني عمل كود بينه فضل بدين اللي قبنايا محاوسي هبونا إن كود ذالي دونا أيامها نحذوذا وحين كود ذالينا كو عدة إلى وسخر أداء ومناسك الحج والعمرة إن حجك عمرة ذي عدي تكتسي ونكسنة وقتها يقو أن أيامها أنا فضل قوضا أن فرصة يسكلوا بيني نبينا عليه الصلاة والسلام فضل حجك عمرة دين بضب كور لبدا عمرين تكلا حيسي لهي دب كلها فابو النبي حجك أدونك وكسما فلينا أبا المرين كلام لها أن جنة هين وحسنا أيامها إنه قفك الصومة الصوم وكقاته إلى حديث القدس لها
inoogu bushaareeyay qofka soomaya heerka iyo fadligu leeyahay kullu camal ibni aadama lahu illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bih qofku camalka uu samaynayo dhan isaga iskale soomka mooyaane soomka anaana ka abaalmarinaya baa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka soomkaasi dee sunniina uu noqonaya faradkiina uu noqonaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam si gaara wuxuu uga sii hadlay maalinka carafo oo la soomo qofkii deegaankiisii jooga een dee xaajiga hawsha ku jira ahayn markaa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muslim ku sugnaa siyaamu yowmi carafata axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii qablahu waalatii bacdah ilaahay waxaan kaga sugayaa oon ajri kaga doonayaa soomka maalinta carafa inuu igaga dhaafo dembi sanadkii hore dembigii dhacay iyo ka soo socdaba